يا حماده حبيبي، انت بتعمل ايه؟ فاكرني يا حب؟ مش فاكرك ياض. انا قررت ارجع الجيم. جيم؟ لا انت كده فركشت يا حماده. ايوه، اصل بص بقى، المرحله بتاعت الجيم ديت يعني ايه، بعد البلوك على طول عملت لك بلوك فانت نازل جيم. الحق يا ابو حماده، ابنك لسع. بس يا حماده حبيبي، انت عمرك ما لعبت جيم اصلا ولا اي حاجه اصلا. طب انا هضيع همي في الاكل. لا كيلو بانيه يا ام حماده بقى. خد يا حماده، تعالى انزل يا حماده، انزل جيم يا حماده. اهلا بيكم في حلقه جديده من عاش يا كوتش. الحلقه بتاعت النهارده اللي هيتبسط بيها الشباب بتوع الجيم، بتوع كمال الاجسام، من الاخر يجيب سنه ويرجع كده من اول تجميعه يلاقي العضلات قد التاني. بعد اولمبياد لندن 2012 اعلن السباح الاسطوري مايكل فيليبس اعتزاله. هو عمل كل حاجه خلاص، وبدا بقى ايه، سهر فاست فود، وبدات بقى الشباب اللي عايزين ياخدوا بطوله يشموا نفسهم. افرح يا صين، صخرات يا سنغافوره. الا انه هو قبل اولمبياد ريو 2016 قرر ان هو يرجع. ترجع فين يا باشا؟ انت فاكر نفسك ميدو بالكرش دوت؟ الا انه هو بقى رجع وفي ريو جاب 5 ميداليات ذهبيه وميداليه فضيه. الفضيه دي عشان خاطر العين. لا بقى ده كده الواد ده مخاوي. بس في الحقيقه دي بقى الذاكره العضليه، موضوع حلقتنا النهارده. يعني ايه برضو؟ يعني هي العضلات عندها ذاكره او عندها عقل؟ لان عندنا موضوع الذاكره ده مرتبطه بالعقل. في الحقيقه بقى ان الجسم عنده ذاكره بتسمى بالذاكره العضليه، وهي تكرار الجسم للحركات اللي اتعلمها قبل كده بشكل تلقائي، حتى بعد ما بيتوقف عن ممارسه الرياضه لفتره طويله. الذاكره دي متخزنه في الجهاز العصبي والحبل الشوكي والدماغ. ببساطه كده، انت بتعرف تسوق عجل، جيت بعد عمر طويل رحت مصيف واجرت ساعتين، هل انت بتنسى السواقه؟ طبعا لا. هتلاقي بقى الدماغ عملت مسارات عصبيه، وكل ما الحركات بتتكرر المسارات العصبيه دي بتبقى اقوى والحركات بتبقى اسرع. الله عليا. نيجي بقى للحته اللي انت عايزها. رجعت الجيم والعضلات هوب قبت بعد اول يوم. الخلايا العضليه نفسها بتحتفظ بذاكره اسمها الذاكره الخلويه، يعني بتقدر تستعيد حجمها وقوتها بعد الانقطاع عن التمرين، بترجع تاني لطبيعتها. انت بقى اخر مره نزلت الجيم كان امتى؟ طبعا دفعت الاشتراك السنوي وقاعد في البيت.